من وأنا صغيرة وأنا مهووسة بالجن والأشباح والقصص المرعبة اللي بتتقال عنها. بس الغريب إن معظم الحكايات المشهورة دي تلاقيها في أوروبا وآسيا، كأن عالمنا العربي خالي من الحاجات دي. بس الحقيقة لأ، عندنا قصص أبشع وأغرب، بس قليل اللي يعرفها. من فترة مش بعيدة سمعت عن قصة مرعبة جدا حصلت في بلد عربي. قصة تخليك تعيد التفكير في كل حفلة وكل فرح وكل كف ودف بيبدأ. القصة دي مرتبطة بالطجاجة نورة. بس قبل ما نحكي حكايتها تعالوا نفكركم شوية بمسلسل اسمه كف وتفوف، اتعرض سنة 2021. المسلسل ده كان بيحكي عن عالم الطجاجات اللي هم الفنانات اللي بيروحوا الأفراح والليالي. دنيا غامضة مليانة أسرار وصراعات وحاجات بتحصل كتير ورا الكواليس محدش بيعرفها. صوت الضفوف والطبول والزغاريط، أصوات بترتبط بالفرح والخوف. كف ودفوف ورينا قد إيه الحياة مش مجرد غنى ورقص، لأ، دي كمان عالم مليان صفقات وتضحيات وأوقات كمان مس من الجن. ده بالظبط اللي يخلينا نربط المسلسل قصة طجاجة نورة. نورة كانت فنانة شعبية كويتية، والطجاجة باللهجة الخليجية يعني الفنانة اللي بتحيي الأفراح والليالي، بس في الفترة بتاعت التسعينات. نورة كانت نجمة واسمها كان بيلمع، حفلاتها كانت مليانة وفرقتها كانت مشهورة جدا بالأغاني التراثية الشعبية. بس فجأة قررت تعتزل. قرار زي الصاعقة نزل على جمهورها. صدم، صحافة سألت، الناس فضلت تتكلم، ايه اللي حصل؟ ليه اعتزلت نورة فجأة؟ بس مفيش إجابة، لحد ما في صحفي قدر يقنعها إن هي تعمل معاه لقاء صوتي بس من غير أي تصوير وبتحكي فيه الحقيقة. الملف الصوتي الوحيد اللي كان معاهم اختفى. المذيع اللي سجل معاها مات بعد فترة قصيرة. المذيع بيقول بعد محاولات كتيرة وافقت نورة تقابلني في بيتها الفخم الهادي اللي ريحته كلها بخور. دخلت مكتب مليان آيات قرآنية على الحيطان ولقيتها قاعدة قدامي. كان لونها شاحب جدا، مخست بشكل يخض غير أي صورة ليها في الإعلام. المذيع بيحكي إنه شرب قهوته وهو مرعوب من نظراتها، وسألها ليه اعتزلتي فجأة؟ ابتسمت وقالت له أنت متأكد إنك عايز تسمع؟ لأن اللي هقوله صعب جدا. هو قال لها فقالت له خلاص اسمع، بس هتقسم إنك مش هتغير ولا كلمة من اللي هقوله لك. وهو أقسم. بدأت تحكي. بدأ الموضوع بمكالمة تليفون. ست طلبت إن هي تحيي فرح بنتها، بس هي رفضت لأن اليوم ده كان يوم الأجازة بتاعت الفرقة. بس الست ألحت بشكل مش طبيعي. قالت لها أرجوكي بنتي مصممة، وانتي لو رفضتي هتكسري قلبها. فنورة قلبها حنون، قالت لها خلاص ماشي هاجي. قالت لها النهاردة الساعة 10 بالليل. نورة طلبت منها العنوان، اتصلت بفرقتها عشان تعرف، بس قلبها مش مرتاح، جواها حاجة عمالة تقول لها ما تروحيش. بس هي خلاص كانت وعدت الست وقالت لها هاجي. الساعة حوالي 9 بالليل استقبلهم والد العروسة. دخلوا البيت، ناس كتير، زينة وأنوار، فرح واضح. بس الإحساس اللي عند نورة مش راضي يسيبها.
دخلوا أوضة تغيير الملابس. دخلت ست كبيرة قوي ضخمة ولونها شاحب وإيديها صلبة قوي كأنها حجر، بس كانت فرحانة بيهم وبترحب بيهم جدا. انتوا في بيتكم، احنا بنحبكم، بدلوا هدومكم وجهزوا. وبعدها دخلوا شوية بنات معجبين قعدوا يبصوا لهم. بس بعد ما خرجوا كان في واحدة في الفرقة اسمها شمس، قالت لنورا إنها خايفة، قلبها مش مطمن. قالت لها لما الناس سلموا عليا حسيت إن إيديهم صلبة كأنها حجر قوي، وبشرتهم ووشهم ملمسهم غريب قوي، وحسيت إن حرارة الأوضة عليت قوي أول ما دخلوا. نورا قالت لها مفيش الكلام ده، دي تخاريف، خلينا نبدأ ونخلص اليوم الغريب ده. قاعة من أكبر القاعات اللي غنيت فيها نورا، كل حاجة فيها مبالغ فيها بشكل مش طبيعي، أكل ولائم كبيرة جدا تدل على حاجة واحدة بس، على ثراء فاحش. العريس مش لابس بدلة عرس عادية، لأ، ده لابس زي غريب جدا كأنه عثماني، والعروسة لابسة فستان أسود منقط بأبيض مرصع بأحجار نفيسة غالية جدا، ووراهم مجسم ضخم على هيئة وش بني آدم بيصرخ، والعريس والعروسة قاعدين قدام بقه زي الأصنام. لا العريس بيبص يمين ولا شمال ولا حتى بيبص على عروسته، وهي زيه بالظبط. بعد الفقرة الأولى رجعوا الأوضة عشان يستريحوا. نورا حست إن هي دايخة شوية وطلبت مشروب تشربه، بس أوضة الملابس كانت ضيقة وخانقة، فقالت إن هي تطلع الدور التاني تستريح شوية. الدور التاني كأنه مهجور، ريحة قديمة وعفن مالي المكان. باب أوضة متوارب خبطت فتح بنفسه، جواه سرير قديم متطرب وضلمة وحيطان متهالكة. بس برغم وحشة الأوضة نورا اترمت على السرير من التعب ونامت. نورا شافت كابوس، ست بفستان أسود وشكلها مخيف جدا وبتجري وراها وبتصرخ. نورا صحيت مفزوعة وبتتنفس بصعوبة، بس الباب اللي سابته مفتوح لقيته اتقفل من بره. بعد محاولات كتير الباب اتفتح لوحده، بس ورا الباب كان واقف نفس الست اللي شافتها في الحلم، بنفس الفستان، بنفس البشاعة بتاعتها. نورا غمضت عينيها عشان تتأكد إن هي مش بتحلم، بس أول ما فتحت عينيها لقيتها اختفت. خرجت من الأوضة تبص يمين شمال، لقيت طفل صغير بيخرج من أوضة تانية بيجري ناحيتها، وقف قدامها وفجأة طلع الدور التالت. الفضول شدها وطلعت وراه. الدور التالت مختلف تماما، حيطان غامقة جدا، أرضيات متكسرة كأن أهل البيت عمرهم ما طلعوا فوق. بس هي كانت عمالة تدور على الطفل، بس كان في صوت بيهمس في ودانها، حد بيناديها، بس بصت وراها ما لقيتش حد، ورجعت تاني التفتت لصوت ضحكات الطفل اللي قعدت تدور عليه. لقيته واقف قدام أوضة ودخل وقفل الباب وراه. نورا حاولت تدخل الأوضة وراه بس ما عرفتش، الأوضة كانت مقفولة جامد قوي، حتى قعدت تخبط كتير قوي بس محدش رد. فقررت إن هي هتنزل، وهي جاية تنزل في حد مسك رجليها، رغم مقاومتها ليه وقعت على الأرض، وحاجة راحت سحباها جوه الأوضة بقوة. حاولت تهرب منه بس ما عرفتش، وفي صوت قرب من ودنها وقال لها حاجة واحدة بس: غني غني، أنا بحب صوتك وعزفك، غني. هي ردت عليه قالت له: أنت مين؟
الصوت رد عليها بنفس الكلام، قال لها غني غني. نورة قالت له بس أنا خايفة. الصوت حاول يهديها وقال لها ما تخافيش، محدش بيموت نقص عمر. نورة قالت له أنت مين؟ قال لها أنا صديق وفي ومخلص. نورة حاولت تتمالك أعصابها ونزلت جري على أوضة اللبس. لقيت البنات كلهم ملمومين حوالين شمس وهي بتعيط بهستيريا رهيب. سألت لهم إيه اللي حصل. شمس قعدت تحكي لها، بتقول لها إن أنتي اتأخرتي والمعازيم كانوا بيسألوا عليكي، فقلت أطلع أدور عليكي فوق، بس اللي شفته فوق كان مرعب. شفت وشوش مرسومة على الحيطان شكلها كان مخيف جدا، وسمعت صوت من أوضة فافتكرت انتي. فتحت الباب بس ما لقيتش حد، ولقيت واحد واقف فجأة في ممر وثابت زي الصنم. معرفش ايه اللي خلاني اتحرك واروح له. لما وقفت قصاده حسيت ان جسمي أشعر، وحسيت برعشة غريبة قوي كده، بس عينه كانت بتلمع زي عيون القطط، وانا واقفة قدامه مش قادرة اتحرك. غمضت ثانية، فتحت لقيت وشه قريب جدا من وشي، نفسه كريه سخن. برغم القرب ده كانت ملامحه مطموسة. قال لي حاجة واحدة بس، عايز أسمع صوتك. أنا بكيت بهستيريا ونزلت جري على السرير، وأنا نازلة لقيت راجل ضخم قوي. قال لي إيه اللي جابك هنا وما تطلعيش فوق تاني، وصرخ في وشي وقال لي انزلي. شمس بتكمل وبتقول لها يا نورة البيت ده ملعون، مش هيخلونا نخرج. نورة قالت لها ايه دي؟ قالت لها ازاي اهدى، ما حدش شاف اللي شفته. نورة بصوت واطي وقربت من شمس وقالت لها شفت أبشع مني، بس لازم نكمل. غيروا هدومكم، خلينا نمشي على الفقرة التانية ونخلص وبعدين نمشي. بدأوا يغنوا أغنيات التراث لغاية الساعة قربت على الساعة 12 منتصف الليل. فجأة الهرج زاد والناس زادت بشكل مبالغ فيه، بقى كل الناس بتغني معاهم لحد ما صوتهم غطى على صوت الفرقة. لما الفرقة بتسكت هما بيعلوا صوتهم إن هما عايزينهم يكملوا. الاندماج كان مخيف جدا وأصواتهم منفرة جدا، والستات كانت بترقص بهستيريا. وكل ما يرقصوا أكتر وأكتر فساتينهم بتترفع لفوق، تكشف عن حاجة واحدة بس، إن رجليهم مش رجل بني آدمين، رجليهم شبه رجل الماعز، شعر كثيف وحوافر. نظرات الرعب بين نورة والبنات وأصوات بتهتها من الخوف. نورة بإشارة واحدة منها قالت لهم كملوا ما توقفوش. طول الفقرة هما بيدقوا طبول بس ولا صوت بشري. شمس ما قدرتش تستحمل، وقعت أغمى عليها. أخدوها الأوضة وفوقوها، بس هي بهستيريا كانت عمالة تقول لهم اخرجوا اخرجوا، هيقضوا علينا، احنا وسط أشد من الجن. نورة قالت لها أنا عارفة، بس لازم نصمت، مش هنقدر نهرب دلوقتي، فاضل قليل على أذان الفجر، لو عايزة تخرجي سلمى استحملي لحد الأذان. شمس قالت لها أنا مش قادرة. نورة قالت لها ما ترقصيش ولا تغني، اقعدي جنبي وبصي في الأرض ما تبصيش عليهم. الحشد مشغول بالغنى والرقص والأكل ولقم ضخمة من اللحوم فقط، مفيش لا رز ولا خبز، لحوم وبس. وكان في واحدة من اللي بيرقصوا فجأة مسكت شعرها وشدته لغاية ما طلع في ايديه ورميته على الأرض. بس الغريب إن الشعر بيقع وفي دم. نورة قالت للبنات كملوا وما تبصوش.
عدد من الحشد اللي كان موجود راحوا جابوا أدوات موسيقية زي الكفوف، شكلها غريب قوي بس مليانة طلاسم وأشكال غريبة. بدأوا يطبلوا عليها بإيقاع منتظم مرعب، كأنهم بيرددوا بالإيقاع ده طلسم واحد. وقتها ملامحهم بدأت تتغير بشكل مرعب قوي، وعاداتهم بدأت تزيد بشكل مش طبيعي. مالوا المكان حوالين الفرقة، بقى عاملين زي الدايرة حوالين الفرقة، بيرقصوا بطريقة غريبة وأشكالهم أبشع وأبشع. فجأة أذان الفجر ارتفع، تجمدوا كلهم في نفس اللحظة، التفتوا مع بعض ناحيتهم ونظراتهم مخيفة وأفواههم مفتوحة. في ثانية الكهرباء قطعت، الضلمة غطت القاعة. نورة بأعلى صوت عندها قالت لهم يلا اطلعوا برا. أول ما طلعوا برا قعدوا يصرخوا نجدة 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 لحد ما واحد شافهم وأنقذهم، وبعدها اعتزلوا الغنى. بس النهاية ما كانتش هنا. شمس كانت دايما بتشوف وش الشخص اللي شافته في الفرح، وش مليان شعر وحاجات غريبة. بعدها بوقت قصير قوي اتوفت. يوم دفنتها نورة شافت نفس الشخص اللي استدعاهم الفرح، وسمعت نفس الصوت الغليظ كان بيقول لها محدش بيموت ناقص عمر. مسلسل كف ودفوف ورى الحقيقة الاجتماعية، الغيرة والصراعات ونظرة المجتمع، بس حكاية نورة ورت الوجه الماورائي لنفس العالم، خوف، طلاسم، الحضور الغير بشري. العالمين واحد، بس نهاره كان في المسلسل وليله كان في الأسطورة، والضف دايما جسر بين الاتنين. بعد اللي سمعتوه هتعملوا ايه لو لقيتوا نفسكم في فرح والضف بدأ والطبلة ردت؟ هتبصوا حواليكوا كويس ولا هتبصوا على رجلين الناس اللي بترقص؟ أنا راوية الأسرار ولسه عندي حكايات، بس السؤال جاهزين تسمعوها؟ Free audio post-production by alphonic.com